التصرفات الخاطئة من التقبيل الحار في الدرج المتحرك أمام الناس، العالم قاعدة تشاهد والاثنين يعني يتبادلون قبلات بحرارة. كذلك واحد يمشي ويحط إيده في بنطلون من داخل مع صديقته في المول، هذه الأمور غير مقبولة. كذلك قضية اللبس الشفاف واللبس القصير جدا اللي يبين الأندروير حتى مالهم، هذه الأمور غير مقبولة، وهذه اللي حشدت الناس أن ترفض هذا الأمر وتطالب بوضع قانون يمنع هذه الأمور لخصوصية البلد. بلد يضم جاليات كبيرة ومتنوعة تشكل قرابة 85% من عدد سكانه، يضاف إليهم أعداد كبيرة جدا من الزوار، كثير منهم لا يدرك خصوصية الإمارات كبلد محافظ أولا وأخيرا. جئت هنا كسائحة لأتمتع وأسترخي، وليس لأفكر بقوانين صارمة أو أنني سأتعرض لمواقف غير مناسبة. أظن أنه عندما يكون المرء في بلد ليس بلده فعليه أن يحترم الثقافة المحلية، وعليه أن يرتدي كما يتوقع المواطنون. من المؤسف أن تضطر دولة ما إلى سن هذا القانون. قد لا يكون مؤسفا حقا إقرار هذا القانون، خاصة إذا ما استند الأمر على قاعدة أن حرية أي فرد تنتهي عند حرية الآخرين، أو أنه يجب معاملة بعض البلدان التي لا تسمح بارتداء غطاء الرأس وسواه بالمثل. بأي حال القضية لا تزال مثارة في المجتمع الإماراتي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية توصية المجلس الوطني الاتحادي بإصدار قانون اتحادي بشأن الاحتشام في الأماكن العامة، وهو ما سيؤدي إلى معاقبة المخالفين وتحفيزهم على الالتزام بالقوانين. وفيما تمضي دبي والشارقة بتطبيق سياستهما الخاصة باللباس المقرر سابقا، فإن هاتين الإمارتين والإمارات الخمسة الباقية بانتظار قرار مجلس الوزراء وما سيتخذه بهذا الشأن لجهة إصدار التشريع من عدمه.